تخيلي معايا كده كل يوم بتصحى بدري، تجهز الأكل، ترتب البيت، تهتم بالأولاد، وبتستنى جوزها يرجع. جوزها يدخل تستقبله عادي، تبتسم، تسأله أكلت؟ طب أنت تعبان؟ بس جواها مكسورة، مستنية كلمة حلوة أو حتى تبين تعبها، بس مفيش. تسكت وتقول لنفسها كبري دماغك عادي. وبعد يوم واتنين وشهر وكل ده ساكتة، لحد ما في يوم ابنها كسر حاجة صغيرة في البيت، فجأة انفجرت فيه بطريقة مش شبهها خالص. زعقت واتعصبت ويمكن ضربت كمان، وبعد ما هديت قعدت تعيط وتقول أنا ليه عملت كده. هي كانت بتزعق عشان كل حاجة سكت عليها. التعبير عن المشاعر مهمة جدا مع الزوج بداية ومع الأولاد كمان. أعبرهم عن حزني، أعبر لهم عن فرحي، أعبر لهم عن مضايقتي، أعبر لهم عن إن مزاجي حتى مش مظبوط. يعني كل ما تزعلي تسكتي، كل ما تتجرحي تعدي، كل ما تحتاجي حاجة تقولي مش مهم. في الأول بتحسي إنك بتكبري دماغك وإنك كده بتعدي المشاكل، بس الحقيقة السكوت الكتير مش بيحل. السكوت الكتير بيكتم جواكي زعل أو انفجار فجأة، وفي لحظة هتلاقي نفسك بتتخانقي على أي حاجة صغيرة.